السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الفيديو مختلف على الفيديوهات اللي كندير في القناة. فبصراحة ما كانش عندي نية أبدا أنني نصور هذا الفيديو. فوجدت كلشي البارح، واليوم ملي كنصاوب باش غادي نمشي جاتني فكرة أنني نصور. قلت علاش لا ما نديرش بحال جميع اليوتيوبرز اللي كيديروا دابا. بكل صراحه انا كيعجبوني هاد الفيديوهات وكنتفرج فيهم وما كيجونيش مملين، بالعكس كنستافد منهم. فقلت علاش لا انا ما نديروش ونفيد المشاهدين، واخا غير بفكره بسيطه ونسبه قليله، يعني ماشي شي افكار كثيره. وجاتني فكره انني نبدا نصور لكم من بين هاد التحضيرات اللي وجدتهم الامس، يعني البارح. سلطه ديال لي باط اللي كنت حطيتها لكم في القناه. هاد السلطه سلقتها البارح، وجدت لها كلشي، بقى لي لي صوص درتهم هاد الصباح، باتت في الثلاجه يعني صبحات بارده بزاف. درت لها لي صوص ديال اليوغورت والمايونيز ولا سيبوليت وجات على هاد الشكل. درت ايضا الدجاج اللي خرجته نقيته وغسلته وشرملته بواحد التتبيله اللي كنت درتها معكم في القناه، في واحد الاجنحه ديال الدجاج مشويين. لا بغيتو تشوفوا الفيديو كيفاش تبلت هادشي راه كاين في القناه، دخلوا لي شوفوا. وجدته رقته درته في هاد السوبيره وبيته في الثلاجه، ودابا جبدته باش غادي نصاوبهم في الصاك ديالي. ايضا قطعت الديسير ديالي الدلاح وسويهله بيتين في الثلاجه ايضا. درتهم في هاد البواطه اللي كتحافظ عليه الديسير، كيبقى هو يعني ما كيتبدلوش المذاق ديالو. بصراحه زوينين هاد السوبيرات، وحتى يجيو هكا عمليين، يعني يتكالوا هكا خفاف وما كنمشيوش متقلين بالزبل وداكشي. درت هذوك لي كوردون حتى هما باش ناكلو. هذا الصاك اللي غادي نجمع فيه كيحافظ على البروده ديال الاكل. نزيدو فقط غير الثلج كنزيد فيه في الجناب، وكيبقى بارد عندي الاكل هكا شاد لي البروده. وكما كتشوفوه راه مغلف من الداخل، يعني كيتمسح الا توسخ ولا شي حاجه. زوين بزاف هاد الصاك. ايضا خديت هاد العلبه ودرت فيها هاد المقرمشات والمملحات للوليدات، هكا الا جاعوا ولا بغاو هكا ياكلوهم. ودرت هنا في هاد زيبلوكس واحد باكيت الفرماج وكاشير هكا الا جاعوا الوليدات. عارفين الوليدات مع الجري واللعب كيجوعوا بزاف يعني، وخديت نديرو لهم في الخبز. غسلت هاد الديسير البرقوق وداكشي كان عندي في الثلاجه، غسلته ودرتهم في هاد لي بواط. خديت الاكواب البلاستيكيه حتى هي ودرتهم في هاد الحامل باش ما يتهرسوليش، راكم عارفين دغيا كيتهرسوا كيعواجوا، فدرتهم في هاد الحامل باش نبقاو محافظين عليه. ايضا درت هنا الكيك كان بقى لي في الدار وشويه الحريشه كنت درتهم في الدار. درتهم في هذه البواطات، هي كتحافظ على الكيك يبقى في الطراوه ديالو. وعمليه هاد لي بواط هذه حتى الخرجات كيجيو زوينين صراحه، لان بلاستيك ما كتهرش. درت واحد شويه ميريندينا للوليدات هكا لا جاعوا داكشي اللي كيبغيو الوليدات ديال السقاطه وصافي. عجنت الخبز البارح حتى هو صوبته درته في بلاستيك غذائي بحال هكا باش يبقى لي طري. قسمته على جوج، يعني وجبه الغداء والعشاء. صافي وجدت كل شيء، درت واحد الصاك جمعت فيه داك اللوازم اللي غادي نبغي للشوا والتقديم وداك الشيء اللي غادي يخصني. من بينهم هاد الملاعق ديال لي صالاد باش غادي نهز الصالاد وداك الشيء وباش نقلب الشوا. داك المناديل الورقيه، داك الاطباق البلاستيكيه احسن، وفورشيطات كلشي بلاستيك. واحد الناب ديال الثوب انا كنت كنفضل انه يكون بلاستيك، ما عنديش فدرت ثوب قديت باللي عندي. ودوك جوج بلاطوات هكا للتقديم ولا شي حاجه اللي احتاجيتهم، احسن من اللي بدي غيتهرس. وصاك اخر درت فيه داكشي ديال الباربيكيو، الفاخر باش كنشعل الفاخر، البريكه، الشوايات. هادشي كله وجدته. وكان عندي شويه دجاج حتى هو في الثلاجه كان بقى لي، كنت سويته وحطيته في القناه حتى هو ديته معايا لانه حتى هو كيتكال بارد كيجي زوين. وجدت كلشي في الصاك ديالي كما كتشوفوا، راه سديت الصاك ديالي ووجدته. ديت معايا واحد طابيه صغيره، هذه غير للصلاه الا بغينا نصليو هكا ولا الا بغينا نبركو، فديتها معايا لان كاين طوابل الكراسه تما ما غاديش نحتاجو. اللي بغى يبرك في الارض يبرك، يعني المهم انا ديت غير هذيك صافي. هنا كاين واحد البيدو ديال الماء، الثلاجه صراحه كندير فيها الثلج والماء كتهز 5 يطرو باش هكا يقضيني الماء النهار كامل يضل ليا بارد. درت العصير زدت الماء باش هكايا نبداو بهاد القريعات بعدا باش بقى لي الاخر بارد. ديت المناضه وداكشي الصودا داكشي ديال المشروبات باردين. صافي دابا بقى لي غير نوجد وليداتي ونديرهم في الطوموبيل ونمشيو ان شاء الله. ما صورتش الطريق ولكن نسيت الصراحه، نسيت
هنا كما كتشوفوا وجدت كلشي في الطوموبيل ديالي، ديت واحد الكره لوليديتي باش يلعبوا صافي. هادشي كله ووليداتي واجدين. نحن وصلنا. كان الجو زوين 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 بزاف، كان الجو مشمس ولكن بارد في نفس الوقت، رائع. هنا وجدت الطبله ديالي، انا بديت كنحط، ولديتي يلعب الكره حدايا. بالمفاجاه الكبيره انني تلاقيت مع صديقتي ووليداتها والزوج ديالها حتى هي دايرين خرجه بيكنيك لوليداتهم. صراحه كانت مفاجاه رائعه وعجبتني بزاف، لاني لقيت مع من نتلاها ومع من ندوز الوقت، وحتى وليداتي ايضا يعني. وتشاركنا كل شيء صراحه. هي جابت ايضا الدجاج والكفته وشوينا بجوج. هاد البلاصه كياخذوها العائلات، جوج عائلات باش كيشويو لانها كبيره بزاف، فخديتها انا وياها. خدينا الطوابل بجوج، يعني شدينا بلاصه وحده وتجمعنا في مكان واحد وتغدينا مجموعين. كما كتشوفوا هنا بدينا كنشوفو انا وياها هنا مزيان. صراحه كانوا كيشوفوا الازواج ديالنا. هنايا قدمنا حنا في الطبله، بدينا كنحطوا في الطبله هكايا. وليداتها ووليداتي. هنا هي جابت الباغيط يعني كومير. هنا بداو الوليدات كياكلوا. جابت هي الشلاضه العاديه ديال الخس والمطيش وهذاك، انا كان عندي ديال لي بات. يعني كل واحد خد داكشي اللي بغا. دوزنا وبقيت زوينات، غدينا مع بعض مجموعين. سالينا جمعنا الطبله ومشينا درنا واحد الجوله اللي زوينه بزاف. عجباتنا صراحه هاد الجوله، لان هاد البلاصه فيها ما يتشاف، يعني مناظر كانت رائعه. كانت واحد البركه فيها البط والوز. وكان حديقه اعشاب. كانت مجموعه الاشياء اللي هي رائعه صراحه، عجبتني بزاف. وهكا حسينا اننا غيرنا داك الروتين ديال المنزل. يعني بصراحه الانسان ملي كيدير هكا هاد الخرجه ولو كتكون بسيطه، ولكن صراحه راه كتكون عندها دور كبير في نفسيه الانسان. يعني كتحسي بانك بدلتي الروتين ديالك اليومي، كتكوني يعني النفسيه ديالك مرتاحه صراحه. يعني كتحسي براسك، ما عرفتش كيفاش نوصل لكم. المهم راكم حاسين وعارفين شنو بغيت نقول. يعني الانسان كيغير هذاك الجو. راه مهم ان الانسان مره يدير بحال هاد الخريجات صراحه، ولو يكون غير الويكاند، لان كما تعرفوا احنا هنا في اوروبا الانسان تيخدم صراحه بزاف. يعني الخدمه تنستغلوا غير الويكاند صافي. فملي كيكون هكا العطله كبيره تنمشيو لبلادنا المغرب. بطبيعه الحال هذا كيكون عطله كبيره وكتكون عطله زوينه بزاف احسن من هذه. ولكن المهم حنا كنقضيو مع وليداتنا في هذه العطله بهاد الخرجات البسيطه وصافي. هنا كما كتشوفوا هذه حديقه الاعشاب اللي قلت لكم، كان فيها الازير، الخزامه، النعناع، السالميه، هادشي اللي عرفت انا. يعني كانت مجموعه اعشاب صراحه، والرائحه كانت قويه بزاف وزوينه. هنا هذا هو المتنفس ديال الدراري كيلعبوا الكره، يعني متنفس كبير بزاف بزاف. تحت الشجر كانوا دايرين طوابل الكراسه صافي. هنا جينا درنا الكوتا للوليدات. ما صورت صراحه لاني ما مستنساش انني نصور بحال هاد الفيديوهات، فنسيت. والله العظيم الا نسيت. فملي تفكرت صورت غير هاد شويه هكا. سالينا جمعنا عاوتاني مشينا درنا واحد الخريجه، واحد الدويره مع الدراري تاني، وما تيلعبوا حدانا وحنا تندورو نستنشقوا الهواء والطبيعه. كان جو زوين صراحه. المهم فقط انها خرجه بسيطه وماشي شي حاجه اللي كثيره بزاف. غير بغيت نشاركها معكم وصافي، من باب الاستفاده، ولو نفيدكم غير بفكره بسيطه. المهم بغيت ندير هذا الفيديو في القناه حتى انا كتجربه ليا. فكما كتشوفوا هنا الطبيعه راه يعني تعبر على راسها بلا ما نبقى نشرح لكم، لانها صراحه منظر زوين بزاف فيه ما يتشاف. ما تردوش انكم ديروا بحال هاد الخرجات الوليدات، فكتبدلوا نفسيتكم ونفسيه وليداتكم. يعني زوينه بزاف. المهم الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا له لايك وتابونوا في القناه ديالي اللي كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي. وما تنساوش انكم تدعموا القناه ديالي، فهي محتاجه للدعم لان عدد المشتركين قلال بزاف بزاف. ما كرهتش انكم تبارطاجيو الفيديوهات ديالي في المواقع الاتصال الاجتماعي باش هكا القناه تعرف اكثر. ولو ان قناتي ما كتقدم شي حاجه اللي كثيره بزاف مفيده، ولكن مهم داكشي اللي كنعرف هو اللي كنقدم لكم. والدال على الخير كفاعله، ولكن الاجر في ذلك وجزاكم الله خيرا. وما تنساوش ديروا لي اللايك
بالتعاليق ديالكم، سواء كانت انتقادات او تعاليق او نصائح. مرحبا باي تعليق او انتقاد او نصح باش نزيد بهذه القناه القدام. مرحبا بكم باي تعليق. مهم انه نقدر نحسن من القناه ديالي. فلا كان عندكم شي نصح او تعليق فاكتبوه ليا، ونترككم مع هاد المناظر الخلابه، ونمشي ان شاء الله باش نخليكم تشوفوا هاد المناظر، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.